السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. ورجعنا لكم بتحدي جديد. فكرة التحدي راح نعرض على الشاشة مجموعة من الشعارات لشركات معروفة عالميا. راح يكون على الشاشة صورتين ونفس الشعارات بس راح يكون فيه الاختلاف. إذا أنا عرفت الشعار الصحيح راح أنتقل للشعار اللي بعده، وإذا ما عرفتش الشعار الصحيح راح أتعرض لعقاب عصير ليمون مع ملح. ويا ريت قبل بداية التحدي تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيه، وما تنسى اللايك والشير للفيديو، وشكرا على الدعم المستمر للفيديوهات السابقة. وما تنسوا مواقع التواصل الاجتماعي، أهم إشي الانستا، روحوا تابعونا عليه عشان أنزل يوميات جميلة جدا. خلينا ما نطول من المقدمة ونبدأ بالمقطع. طبعا هي جهزت العقاب ليمون مع ملح. خلينا نبدأ بأول مقطع. في أول مقطع جايبين لنا شعار أبل، موجود صورتين ولازم نختار واحدة من الثنتين. في الصورة اللي على اليسار عكسين الشعار، بس أنا بتوقع إنه الصورة اللي على اليمين هو الشعار الصحيح. خلينا نشوف. زي ما حكيت لكم الشعار اللي على اليمين صح، والشعار اللي على اليسار غلط عشانهم عاكسينه. الشعار الثاني هو شعار كوكا كولا. بس خلينا نشوف، اركز فيها عشان نشوف الاختلاف. على الصورة اللي فوق، اذا على الحرف السي الاول ما فيش لفة يعني، والصورة الثانية محطوط فيه لفة معكوسات. انا بتوقع انه اللي فوق، الصورة اللي فوق هي الصحيحة، عشان ذاكر انه على الكوكا كولا هذه اللفة داخل في الدائرة. خلينا نشوف. زي ما حكيت انا خلاص ان شاء الله عشان ما اشربش الليمون ما بوصل اخر فيديو جميعها صح ان شاء الله. المقطع اللي بعده شعار تويتر. الاختلاف انه في الشعار اللي على اليسار عين صغيرة، والشعار الثاني ما فيش عين. بس والله هذا الاشي يعني صعب، عشان والله ما بتعامل في تويتر. خلينا ننكش الشعار اللي على اليسار وان شاء الله يكون صح. لا، هاي اول غلطة. يا الله. خلينا ننفذ العقاب اللي هو لازم اشرب مرتين ليمون مع ملح. الله حافظ، مش عارف كيف بدي اكمل الفيديو اذا اخرى مرة بقى بتعاقب او يعني بغلط في الشعار. خلينا نكمل. المقطع اللي بعده جايبين فيه شعار اديداس، ماركة عالمية للرياضة طبعا. بس شوف في الصورة اللي على اليمين عكسين شعار، الصورة اللي على الشمال كمان مش متأكد اني الصورة الصح يعني. في واحدة من الثنتين غلط، بس انه الهدف عكسين الشعار اللي فوق 3 شحطات. والله ما اعرف يعني. خلينا ننكي الشعر اللي على اليسار. يا رب يكون هو الصحيح يا رب. زي ما حكيت الحمد لله هذا صحيح، وهو الشعار اللي على اليمين. خلينا نكمل. شعار الانستغرام. الاختلاف النقطة موجودة هي صورتين. الاختلاف في النقطة الموجودة فوق الدائرة الكبيرة، واحدة بتيجي على اليسار واحدة بتيجي على اليمين. خلينا كمان ننكي الصورة اللي على اليسار. صحيح، النقطة بتيجي هنا على اليمين. نشوف المقطع اللي بعده. يعني الصراحة هذا بيكون أصعب شعار بواجهه في الفيديو. جوجل كروم. الاختلاف اللي هو لفتوا على ألوان الدائرة، اللون الأحمر من فوق اللي على اليمين، اللون الأحمر
من فوق، اما اللي على اليسار اللون الاحمر من تحت مبدل مع الاخضر، بس والله ما عارف شو الصح. خلينا ننكش الشعار على اليمين، يا رب يكون صح. كان صح الحمد لله. خلينا نشوف وين نكمل المقطع. بسكوت اوريو، بس خلينا الاختلاف. الاختلاف ان الصورة اللي على اليسار كتابة الاوريو داخل جوا، لفة الاوريو يعني الى الداخل، بس الثانية لفة الاوريو طالعة على برا. خلينا ننكل على اليسار، يا رب يكون صحيح. لا، هاي الغلطة الثانية. يا الله يا الله، ليش ليمون عامل ايه يعني؟ خلينا ننفذ العقاب على الغلطة الثانية. والله موت. بعدين لما اشرب الليمون بتصيبني قشعريرة. خلينا نكمل. في هذا المقطع جايبين شعار جوجل، كتابة جوجل اول ما تفوت عليه يعني على المتصفح، بس نشوف وين الاختلاف. عند الدبل او، في الاو اللي على اليسار الاو الاولى اصفر والاو الثانية احمر، اما على اليمين الاو الاولى حمراء اما الاو الثانية صفراء. والله شاكك، مش عارف ليش اختار. كمان في اختلاف هسه لاحظتوا انه الاي اخر الكتاب الاي اصفر وهنا احمر. والله ما انا عارف، مش عارف ايش اختار. خلينا نتوكل على الله ونختار اللي على اليسار، ان شاء الله يكون صح. يعني شو هذا صعب، والله انه صعب يعني. هاي مرة ثانية صعب يعني. شو اشرب ليمون بكيتش عارف، ولا من قبل بالمرة بكيتش عارف. خلينا ننفذ العقاب. هاي مرتين غلطنا ورا بعض. انه صار فيه هنا حريق من ليمونه، ولعت والله مع انه حامض، مش عارف شو اوصف. خلينا نكمل. الشعار هذا بتوقع معروف عالميا هذا الشعار، بس بعرفش ايش اسمه. لفته على التاج، في فوق التاج النجمة اللي على اليسار مظللة والنجمة على اليمين مش مظللة. اتوقع انه على اليسار. ليش؟ عشان نخلي التاج متناسق مع النجم، انه يبقى الجميع ايش مضلل. خلينا نركز على اليسار، يا رب يكون هو الصح. الحمد لله الحمد لله، يعني فرحت من الاخر والله. الحمد لله شفناش ليمون. خلينا نكمل. مع ان تحليلاتي يعني هذول خطيرة. بيتزا هات، نعم. الاختلاف، الصورة اللي على اليمين على الاي محطوط نقطة صفراء، اما اللي على لا سوري شباب، اللي على اليسار محطوط نقطة صفراء، اما اللي على اليمين محطوط نقطة خضراء. والشخطة اللي تحت الهات بيتزا هات خضراء صفراء، على اليمين صفراء هين خضراء. بس انا بشكل عام شعار بيتزا هات انا بشوفوش كثير، او يعني لما اتصفح بشوفوش كثير بالمرة، بس مش عارف والله. خلينا نختار اللي على اليمين، نشوف يا رب يكون صح. الحمد لله صح، واخيرا خلاص صح. هي سحبنا الحمد لله، سحبنا مع اني كنت مانيش عارفه بالمرة. خلينا نكمل. هذا الشعار بعرفش ايش برمز، او
شعار بيتزا اتوقع لك انه، بس بعرفش مشهور. شعار الاختلاف اللي على اليسار لفته على المربعين الحمر، اللي على اليسار المربع اللي تحت فيه نقطة واللي فوق نقطتين، بس على الشكل على اليمين الصورة اللي على اليمين المربع اللي تحت فيه نقطتين والمربع اللي فوق فيه نقطة واحدة. خلينا نكله على اليمين ان شاء الله يكون هو الصحيح. الحمد لله صح. هلا اصحاكو، هذا اخوي الصغير اصحاك. هلا تقعد معه تصور؟ ماشي، كلهم مرحبا. كلهم هيك شاطر. نبلش. وصلنا لنهاية الفيديو، يا ريت تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيه وما تنسى اللايك والشير للفيديو. يا ريت من كل المتابعين يروحوا يشيكوا على الفيديو السابق، راح تلقوا رابط الفيديو تحت في الديسكريبشن. كان معكم اخوكم محمد، استنونا في فيديو جديد. سلام.